يعطل مصالح البلاد، وحق الاعتصام عندما يريد أحد ولو كان فردا واحدا أن يعتصم في مكان لا يتعرض له أحد. لم نكسب هذين الحقين من 25 يناير ل 11 فبراير، كسبنا هذين الحقين يوم 22 نوفمبر سنة 2011 في الاجتماع الذي كان في أثناء أحداث محمد محمود الدامية، والذي كادت البلد فيها أن تفقد قدرتها على السيطرة والحزم. وظن بعض الناس لأول يوم وثاني يوم أن السيطرة والحزم تأتي باستعمال القوة، فإذا استعمال القوة يؤدي إلى عكس ما كانوا يريدون. ووقع ذلك الاجتماع اللي بسميه اجتماع تاريخي، واتفق فيه على أشياء من أهمها عدم استعمال القوة مع المتظاهرين، وضمان حق التظاهر والاعتصام السلمي في أي مكان ما دام لا يعطل المصالح العامة ولا يعتدي على المال الخاص. وقلنا اعتداء على المال الخاص لأن كان يومها في 24 سيارة من سيارات أصحاب المحلات التجارية في وسط المدينة اتكسرت أو أحرقت أو اعتدي عليها نتيجة اللي حصل في التظاهر، فقلنا لازم ننص على المال العام والمال الخاص بنفس القدر من الجديد. وكسبنا في هذا اليوم مكسبا جديدا لم نكن نحلم أن يكسب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو تحديد الموعد النهائي لتسليم السلطة بما في ذلك انتهاء انتخابات الرئاسة، والموعد ده 30/6. وكان في جداول زمنية مطروحة، اشتغلنا في اجتماع على جدول اتفق عليه، وهو اللي بموجبه تم تقصير مدة مجلس الشورى من 2 انتخابات إلى 4 أسابيع إلى 6 أسابيع انتخابات، وإعلان يوم 15 إبريل كما أعلنه أول أمس موعدا للتقدم لانتخابات الرئاسة. وبكرة أو بعده هيصدر قانون الانتخابات الرئاسية، وستصبح المسألة مسألة زمن يجري نحاول نحن أن نلحق به حتى نكمل الإنجاز الديمقراطي. أنا أرجو من إخواني يستعملوا الشيطان الصغير اسمه الهاتف المحمول، في التصوير يصوروا بيه، في التسجيل يسجلوا بيه. أما في المحادثات الخارجية فمسألة مؤذية قوي لواحد عجوز زي حالاتي قاعد في وسط ناس شباب، انه يلاقي الشباب مش مهتمين بكلامه وقاعدين يسجلوا يتكلموا في تليفون. انا مقدر كل الاعمال المهمه جدا جدا التي نحن فيها ونعانيها، ومقدر الخساره التي قد ترجع على واحد منا لانه قافل تليفونه، لكن الضرورات تبيح المحظورات. فانا ارجو من اخواني الكرام ما يستعملوش هذا. أسفر هذا الاجتماع يوم 22 نوفمبر عن مجموعة من النتائج، أهمها ما قلته، ثم قبول استقالة الدكتور عصام شرف، ثم علاج المصابين على نفقة القوات المسلحة وليس على نفقة الحكومة المصرية، ثم تعويض شهداء أحداث الميدان ومحمد محمود والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية بنفس قيمة التعويض الذي صرف بشهداء 25 يناير. ثم تشكيل المجلس الاستشاري الذي أقام الدنيا ولم يقعدها بعد، واتهم الذين قبلوا أن يعملوا فيه بأنهم خونة، وبأنهم رجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبأنهم يلتفون على الثورة، وبأنهم يريدون أن يموعوا أو يميعوا كما يقول الناس، يميعوا المسائل بما لا يجعل لها معنى. وكان أول اختبار للمجلس الاستشاري لكي لا تتحقق هذه التهم أو لكي يثبت عدم صحتها، كان أول اختبار للمجلس الاستشاري في مواجهة المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفسه. وقف أحد أعضاء المجلس الكرام وصرح تصريحات نارية تدل على عدم اتفاقه مع الذي توصل إليه الناس في اجتماع 22/11، واجتمع المجلس الاستشاري ليفاجأ في الصحف النهار يوم السبت الذي اجتمعنا فيه بهذه التصريحات. طب هنعمل ايه؟ طب هنرد عليه ازاي؟ طب هنكمل ايه؟ اتفقنا على ان نكمل باعلان تعليق جلسات المجلس. اول جلسه للمجلس الاستشاري اللي بيتهم حتى الان في بعض مواقع الفيسبوك والانترنت بانه مجلس عميل للمجلس الاعلى للقوات المسلحه، اول قرار له كان تعليق جلساته حتى يصدر توضيح واعتذار عن تصريحات اللواء فلان الذي صرح تصريحات معادية لخطة الانتقال الديمقراطي. وأنا لا أقول لكم أنني كنت متأكدا من شيء، أنا كنت أشد الناس قلقا، هل سيستجاب لنا أم لا يستجاب لنا؟ وإذا لم يستجب لنا كان قلقي على فقدان القناة التي توصل نبض الشعب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لما طلبنا المجلس الاستشاري احنا اللي طلبناه،
قلنا انتوا عايزين قناة او جسر او معبر ينقل اليكم رأي العام، ينقل اليكم نبض الشارع. انتوا بتعرفوا الحاجات دي من اصدقائكم، واحد يكلم صديقه العوا، واحد يكلم سعادة السفير، واحد يكلم الدكتور صلاح، والمعلومة اللي ياخدها من واحد فينا يعتبرها هي الحقيقة ويبني عليها، لكن الشارع فيه آلاف الآراء الأخرى. فطلبنا منهم أن ننشئ هذا المجلس لكي يكون هذا الجسر. ثم فوجئنا في أول اجتماع أن احنا هنكسر الجسر أو نوشك أن نكسر الجسر إذا لم يصدروا بيانا يستجيبوا لطلباتنا، لأن احنا مش صغيرين، الناس اللي في المجلس ناس كبار محترمين، في رؤساء أحزاب وفي رؤساء وزراء سابقين، في وزراء سابقين، وفي سياسيين محترمين، وفي كتاب لهم مقام معلوم في الصحافة وغيره. وفي الليل يوم السبت نفسه الذي أرسلنا فيه هذه الرسالة بتعليق اجتماعاتنا صدر بيان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقول إن الذي قاله اللواء فلان كان في أحاديث دردشة وليس في تصريحات صحفية رسمية، وإن موقف المجلس هو ما اتفق عليه في المواعيد التي اتفق عليها في 22/11/2011. وفضلا عن ذلك دعينا صباح الأحد لاجتماع صباح الاثنين مع بعض أعضاء المجلس بقيادة السيد المشير محمد حسين طنطاوي، واجتمعنا وتصلحت الأمور ووضعت في نصابها، وبدأنا أعمالنا الأخرى اللي منصوص عليها في قرار إنشاء المجلس الاستشاري. كان أول طلب من طلباتنا أن تتم الانتخابات في مواعيدها مهما كانت المخاوف والتهديدات. وبعضنا قال للمجلس الأعلى للقوات المسلحة خلوا هذا الشعب يجرب يحمي نفسه في انتخاباته، يخرج ويتحمل المسؤولية، يواجه الذين قد يحاولون إفساد الانتخابات برغبته في الحرية. وخرج الناس كما تعرفون نسبة 60%، 60% من 52 مليون ناخب، الجماعة بتوع الحساب يلاقوا 32 أو 33 مليون ناخب، 32 مليون ناخب خرجوا على 3 مرات في 9 محافظات كل مرة، ولم يقع حادث اعتداء واحد إلا واحد في قنا وواحد في مرسى مطروح، حادثين فقط. كانت جميع اللجان في الانتخابات السابقة تجري فيها أحداث، على الرغم من أنه ما كانش في انتخابات، على الرغم من أنه كان في تزوير مقرر، على الرغم من أن الناجحين كانوا معلومين مسبقا، والنتيجة